اليوم مقلب البقلاوة التركية راح يصير بالفنانة نسمة العراقية، وزين ما قامت كتلته وراح ناكل لحم الخروف المدخن ل 14 ساعة. أنا رايدم جينا أنا وماما نسمة إلى مطعم ميت موت، هذا واحد من أفخم المطاعم الموجودة بالعراق، لذلك العراقيين والسياح الأجانب من يريدون مكان قعدته حلوة وأكله طيب يجون هنا. المكان بارد ويقدم مشاريب باردة فريش، وعندهم أجود أنواع اللحوم المدخنة مثل كتف الخروف. من يعرف شنو هاي العظمة وش يصير بيها؟ شوفوا لي اللحم شلون دايب لأن باقي 14 ساعة بالفرن. والشيف سوالنا استعراض، شمر اللحمة ورشها بالتوابل والبهارات وخلى النار تلجعها أكثر، وبالأخير غرقها بالعسل وصاحني من بين كل الناس حتى أجو أجرب. يلا شوفوا لي اللوحة الفنية، بس شنو هذا؟ هذا لحم مدخن اسمه بريسكت، ما راح تلقوه بكل مكان، راح تلقوه بمطعم ميت موت اللي هو مول الجادرية، وبعدين الصوص وياه يجنن، وكل اللي منزل هنا الأطباق وياه مجانا. وماما نسمة من صدق عجبها الأكل، وتقول المكان شرح وقعدته حلوة تفتح النفس، واللحم العراقي مهروس ويذوب بالإيد وكلش طيب خاصة ويا العسل، وكل شيء ينزل وياه مجانا من صوصات ومقبلات ورز، وقعدنا ناكل أنا وياها على أجمل إطلالة. نسيت أقول لكم معلومة كلش مهمة، هذه الأطباق اللي شايفيها كلها ويا هذا اللحم اللي هو ربع كيلو ب 22 ألف. وبعدها إذا ردنا نحلي يسووا لنا استعراض البقلاوة التركية. هاي الاستعراضات اللي تشوفوها بهذا المطعم كل يوم يسووها للناس، إذا عجبهم يقعدون وياكلون، وإذا ما تريدون تعالوا تفرجوا صوروا واستمتعوا بالأجواء. فتح البقلاوة وخلى بداخلها الآيس كريم ويقدمها للناس ويشاقوا وياهم. هاي البقلاوة مليانة فستق حلبي ومصنوعة بالضبط على الطريقة التركية، وهسه وصل لها السرة، بدأ يستعرض ويسوي حركات وهي عينها على البقلاوة، شو وقت يخلص أريد أذوق. وبالأخير أخذ البقلاوة وما يريد ينطيها، لزمته قالت له والله ما أعوفك إلا توكلني. ودائما الناس يسألوني وين صاير هذا المكان؟ صاير ببغداد بمول الجادرية أول ما تدخل على اليمين.